اوه واو، ما بعرفش احوش خالص. على فكره انا فتحت كيك تقريبا من غير فلوس خالص. اي فكره جديده بتنجح، اوعى تفتكروني اموره من الزمالك يعني. هاي اسمت، عامله ايه؟ هاي ازيك، اخبارك ايه؟ احنا أليكس بانك، وقبل ما نبدا معاكي الانترفيو عايزه اعمل لك ابلكيشن فورم كده سريعه نعرف بيها حاجات عنك وشخصيتك وعن شغلك. الاسم بالكامل. اسمت المهلمي. الجنسيه. مصريه بالربع انجليزي عشان جدتي انجليزيه. المهنه. انا الفاوندر والتشيرمان بتاع شركه الفيل الحلويات اللي عندها براند كيك كافيه كيترينج باي اسمت. تاريخ الميلاد 15/1/66. عايزه اعرف بقى تفاصيل اكتر عن شغلك. بقالك كام سنه في مجال المطاعم؟ بقالي تقريبا 15 سنه. اكتر نوع مطبخ بتحبيه؟ بحب اللبناني عشان بحب المشويات، وبحب ان هم عندهم فرايتي كبيره جدا المقبلات او المزات، ويعني الطعم والسبايسز بتاعتهم بتعجبني. طب ايه اكتر طبق او اكله بتحبي تعمليها او تاكليها في العموم؟ بحب اطبخ جدا، بحب اعمل شيم كاري واعمل معاها رايس كده لذيذ. ايه الاكله اللي استحاله تاكليها؟ الاويسترز بحس كده ان هم سلايمي كده حابين ان احنا نتعرف عليكي اكتر، فهندخل على السيكونس الجاي اسمه بون ابيتي، هنتعرف على حاجات اكتر في شخصيتك عشان نكمل الابلكيشن فورم بتاعتك. اسمت، احنا دلوقتي بارت من الابلكيشن بتاعنا بون ابيتي، قدامك طبقين تحتيهم حاجات، متوقعه الحاجات ممكن تبقى ايه ولا؟ اكيد اكل. اكيد اكل. طب خلينا نفتح طبق منهم نشوف تحتيه ايه. اوه واو، ده ايه ده؟ اسمت، عايزه اعرف لو الفلوس هتتكلم هتقولك ارحميني ولا هتقولك انت محتاجاني؟ لا، هي غالبا هتقول لي انت ما بتخلينيش معاكي خالص، لان انا طول النهار يعني بحب اجدد، اعمل انفست في الشغل بتاعي، يا اما اجيب هدايا لاولادي. طول النهار بصرفها، ما بحوش، ما بعرفش احوش خالص. ايه اكتر حاجه بتصرفي فلوسك عليها؟ ولادي. شغلي كمان بحب عشان انا في الكيترينج اجيب حاجات انتيك او حاجات فينتج وحاجات كده، فدي يعني دي هوبي عندي، دي اكتر حاجه بصرف فيها كمان. هتعبري عن الفلوس بالنسبه لك في كلمه واحده هتبقى ايه؟ رزق. الفلوس لو هتديكي طاقه ازاي تحسي بيها وانت بتصرفي؟ طاقه تسعدني هي دايما لما اكون بعمل بيها حاجه لحد افرحه. دلوقتي قلنا لك اننا مفيش فلوس خالص معاكي، ايه مختلف كان ممكن تعمليه تفتحي برضو بيه بزنس من غير الفلوس، يعني من غير راس مال كبير قدامك؟ على فكره انا فتحت كيك تقريبا من غير فلوس خالص. لما ابتديت كيك اجرت محل وقعدت فتره طويله جدا مش عارفه اشطبه، كنت تقريبا الجوك بتاع الزمالك، لانه كان كل ايه ده انت لسه ما فتحتيش، مش عارفه ايه. كنت كل شويه اوضب حته في حته في حته لغايه لما عملته. بطبخ في البيت اكشلي، كنت بعمل البيكنج بتاع الكيك من الفرن البيت العادي، وكنت بعمل السندوتشات في البيت عشان ما كانش عندي فرن وما كانش عندي حاجه. فيعني انا دايما بقعد اقول للشباب الصغير لا بالعكس، انت ممكن تبتدي بولا حاجه. يعني انا اقدر اقول بكل فخر ان انا ابتديت كيك بميكسر في البيت عندي. خلينا نشوف بقى البليت الثانيه فيها ايه. واو، دي كيك جايبينها من كيك كافيه. عايزاكي تحفه. عايزه اعرف منك، عمرك عملتوا كيك فليفر طلعتوه بس عمركم ما بعتوه للناس؟ عملنا مره كيكه بالكركديه، كنا هننزلها في كيك وبعدين لسه ما نزلناهاش. يعني فكرتوا في الاستاتيك بتاع كيك كافيه عشان هو ليه استاتيك كده معروف دايما كيك كافيه؟ جات لي ازاي؟ جات لي ان انا كنت مسافره وشفت واحده ست عندها كافيه صغير جدا وبتعمل كل حاجه بنفسها. كان نفسي انا اعمل نفس القصه، فابتديت له كده. وكانت دايما بتقدم حاجات تو ذا بوينت، يعني الطبق فيه مثلا ساندويتش بس ما فيش اي حاجه سايد ولا اي حاجه، بس كان الساندويتش ده فيه احسن انجريدينتس من كل حاجه. كان نفسي دايما الناس اللي تيجي تحس انها في البيت مبسوطه. دايما عندي ورد، عندي شمع، عندي مزيكا لذيذه، كرسي يبقى مريح. مع ان انا في الاول اول لما ابتديت كانت الناس دايما تقعد تقول لي لا انت ما تعمليش كراسي مريحه عشان الناس تمشي وتغيري وتعملي. لا انا كان دايما بحب مثلا الناس اللي تيجي تشتغل يبقى عندها السبيس الكبير اللي تقدر تشتغل فيه. دلوقتي في ترندز كتير قوي بتطلع لاي نوع من انواع الاكل، وبالذات الكيكس في الكان كيك. انت شايفه ان دي حاجه حلوه اصلا، فكره حلوه ولا لا؟ بصي والله انا في الزمن ده دلوقتي اي فكره جديده بتنجح. ان اول حاجه الشباب بيزهق بسرعه جدا، الناس عايزه تغيير. اللي عمل القصه دي بقى يطور فيها ممكن يستمر، انما غير كده هتبقى ترند لفتره معينه وهتعدي. اسمت، احنا خلصنا البارت ده من الابلكيشن وهندخل على اخر بارت وهو تشوز يور فليفر عشان تبقي كاستمر بأليكس بانك. دلوقتي في تشوز يور فليفر هيبقى فيه 3 فليفرز، هنختار اول واحد منهم ونشوف هيطلع لنا ايه. حادق. لو كان عندك حفله كبيره ايه الاكله اللي هتخلي كل الناس يتكلموا عنها بعد الحفله؟ هعمل شيمب مسالة ومعاه رز كده بنعمله بالمانجا والمظاهر والموارد، ودي اكشلي الوصفه بتاعت الشيف بتاعي مش بتاعتي. الناس بتحبها جدا واتس وان اوف اور بيست سيلرز. تختاري الشيفs بتوعك بيست على ايه؟ اهم حاجه في الشيف ان هو عنده باشن، مش مهم قوي يكون عارف كل حاجه. بنقعد مع بعض وبنطلع افكار وبنطلع ريسيبيز، يعني بنشتغل مع بعض كتير جدا، ودي من الحاجات اللي بحبها جدا جدا جدا. احنا كده خلصنا الحادق، فخلينا نشوف الفليفر التاني هيطلع لك ايه وفي الاسئله.
المشطشط. واو واو واو. تحبي اصلا الحاجات السبايسي ولا لا؟ بحب السبايسي بس مش سبايسي قوي يعني. قولي لنا اكتر كيتشن ديزاستر مريتي بيها. مره كنت بعمل زي صوص كده، كنت عايزه اعمله في ميكسر، نسيت احط الغطا بتاع الميكسر والمطبخ كله يعني ضرب صوص في كل حته يعني. فدي كانت ديزاستر كبير عشان اضطريت انضفه كله بنفسي. مقتنعه باللي حققتيه بنسبه كام في الميه وليه؟ شخصيا مقتنعه باللي حققته 100%. ابتديت من ولا حاجه، يعني اقدر اقول ابتديت من ميكسر في البيت لدلوقتي عندي شركه فيها 250 موظف، ست لوحدي خالص في المجال ده، فما كانتش سهله برضو لان كتير قوي ناس يعني كنت دايما اقعد اقول لهم يعني اوعى تفتكروني اموره من الزمالك يعني فاهمه. قابلت ناس حاولوا يضحكوا عليا في حاجات كتير، وطبعا في ناس وفقوا ان هم يضحكوا عليا يعني. احنا كده المشطشط خلص، هنروح بقى على اخر بليت عندنا. ماشي يلا بينا. اخر حاجه بقى هنحلي بقى التخصصي. هنديكي كلاينتس مختلفه، قولي لنا ايه نوع الكوزين اللي هتقدمها لهم في الكيترينج. بابليك فيجر مهم، لا بابليك فيجر مهم غالبا مش هجازف باي حاجه، هدي حاجه كلاسيك كنايس فيليه مثلا، بس طبعا بيست كواليتي مع فيري نايس صوص مثلا. بالنسبه للجندر ريفيل بارتي، لا دي فن طبعا جدا جدا، هعمل فينجر فود غالبا. فيجيتيريان بارتي برضو اتحطيت في موقف زي كده قبل كده، فاكشلي عملت شاورما من المشروم لدرجه ان الناس ما كانتش مصدقه ان دي مشروم، وعملتها كفته كمان لاني حطيت حمص وحطيتها كلها مشروم دي من فوق، كان طعمها هايل جدا. كمان المطبخ المصري فيه حاجات فيجيتيريان فرايتي واسعه جدا. ايه اغرب ريكوست جاتلك من كاستمر في العموم؟ لا يعني مش غريبه، بس ساعات ناس جاي لها 5-6 افراد مثلا وعايزين فرايتيز كتير جدا وعايزين الطبق يبقى شكله كبير جدا، فطبعا بيبقى صعب، وانا بالنسبه لي اسمي اهم حاجه، فطبعا بعمل الحاجه بكميات وبحسب الفلوس بالقليل. يعني عندي القصه دي طول الوقت، بس انا يهمني الكاستمر يبقى مبسوط. احنا كده خلصنا اخر فليفر معانا، اتبسطنا معاكي قوي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش على الانترفيو الحلو ده.